إضراب وطني جديد في الطريق، والعديد من التلاميذ لن يدرسوا. في هذا الفيديو سأخبركم من سيشارك في الإضراب، كم سيستغرق من أيام، وما الذي ينبغي عليكم فعله كي لا تضيعوا يومكم. ابق معي حتى النهاية لتفهم كل شيء بوضوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في مجال التعليم. اليوم جئناكم بخبر عاجل يتعلق بإضراب وطني جديد في قطاع التعليم. أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظف التعليم. هذا الإضراب سيكون يومي الخميس 10 من أبريل والجمعة 11 من أبريل 2025. لكن من المهم أن تعرفوا أمرا مهما: ليس كل الأساتذة سيشاركون في الإضراب، فهذا الإضراب يخص فقط أساتذة الزنزانة 10 والأساتذة المبرزين. يعني إذا كان أستاذك لا ينتمي إلى هذه الفئات، فمن المحتمل أن يحضر ويقدم الدروس بشكل عادي. وليس من المنطقي أن تبقى في المنزل وتضيع وقتك دون أن تتأكد. ماذا يجب أن تفعل؟ اذهب إلى مؤسستك التعليمية في الصباح وتحقق مما إذا كان أستاذك مضربا أم لا، لكي لا تفوت درسا مهما أو تضيع يومك في الفراغ. وبالإضافة إلى هذا الإضراب، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 10 من أبريل على الساعة 10:30 صباحا، دعما لمطالبهم. هل أنت مع أو ضد هذه الإضرابات؟ هل سبق لك أن ذهبت إلى القسم ووجدت الأستاذ مضربا؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ودعنا نقرأ آراء بعضنا البعض. ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع زملائك التلاميذ لكي يعرف الجميع الحقيقة الكاملة. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. اعتنوا بأنفسكم وبالتوفيق في دراستكم.